السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روتين النهاردة كده بإذن الله، بعد ما نسمي بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. روتين النهاردة كده بقى، عارفين بقى اللي هو الروتين اللي هو ايه، من كل لون يا بطسطة بقى، اللي هو مجمعين بقى السطح والخبيز وطبيخ وغسيل، وعارفين بقى كده ليلة يعني. النهاردة الصبح كده قلت صاحية بدري من الفجر، قلت اما اصحى بدري كده ايه اطلع انضف السطح للطيور واروق لهم الدنيا كده. بصراحة الطيور لما بيبقى الدنيا متروق عندها كده بصراحة، عارفين كأنك انت يعني قاعدة الدنيا رايقة حواليكي كده. النظافة فوق والرشيد بقى كده، عارفين وفينيكو كلور كده. الحيطان طبعا والأرضية بتخلي ريحة السطح جميلة جدا ونظيفة كمان، علشان صحة الطيور وصحة المكان للي طالع واللي نازل يعني، ونظافة يعني عشان الحشرات والسوس بقى والحاجات اللي هي بتبقى في الطيور كده يعني. لازم أكون منظفة الدنيا. خير بقى كده، اللهم صل على النبي. طلعت لقيت الوزة بتاعتي مطلعالي. كنت حاطة كده كام بيضة رومي، وكام بيضة من بيض البط كده جنب بيض الوز، اللي كانت ما كانتش راقدة على بيض كتير، فقمت حطيت ايه بيضتين كده من الرومي الاسود ده البلدي، والبط اللي هو البلدي برضو. قلت يعني ايه كده كده راقدة تطلعهم لي يعني، او اجربهم يعني بامر الله. وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده طلعت لي الايه الجمال ده كله. انا اول مرة يطلع عندي بيض رومي يا جماعة. وعارفين والله العظيم الحاجات ديت بقى، الغاوي بقى هو اللي هيفهم كلامي. اللي بيبقى غاوي بيربي الطيور والحاجات ديت طبعا، وبيبقى فرحان جدا جدا بالإنتاج بتاعه، خصوصا لما الحاجة كمان تكبر قدامك كده وتراعيها وتشوفها وهي بتكبر قدامك كده. تبقى حاجة تانية، زائد ان الخير ده والله يا جماعة ما بيبقى موجود في البيت كده، عارفين بتبقى يعني خلاص يعني ما شاء الله. حاسة ان انت يعني مش محتاجة حاجة. بينفعك بقى الحاجات ديت في اي ظروف بقى كده جت عليكي معكيش فلوس، تطلعي على السطح بقى وتذبحي اي حاجة كده ايه، وتعملي عليها طبخة حلوة كده لضيوفك ايه اللي جايين لك. المهم ما اطولش عليكم. عايزاكم بقى تصلوا على النبي كده، وتحطوا لي لايك جميل كده للفيديو، وتحطوا لي تعليق جميل، وتقولوا لي ايه رأيكم في الروتين والعمايل بتاعتي. طلعت كده قلت انضف السطح، طبعا عارفين طول رمضان بقى الواحد مشغول مش فاضي يعمل اي حاجة. وكنت حاسة بصراحة بعبء كبير قوي قوي من الزبالة يعني عزكم الله يعني. المنظر بتاع الزبالة بتاعت الطيور ما كنتش طايقاها بصراحة. فقلت يا بنت ما بدهاش، طالما انت صاحية بدري بقى اطلعي ايه اكنسي كده، وانا كده كده طالعة بحط لهم الاكل. جوزي هنا الله يبارك له كده طلع لاني بقى محتاسة، وكنت عجنة عجين. قلت اعجن شوية عجين كده ايه، اعمل رغيفين عيش كده نفسنا فيهم واخبزهم يعني. فلقاني محتاسة بقى والعجين خلاص على وش الخمر كده، قال اما اطلع ايه اساعدها، ربنا يبارك فيه يا رب، ما يحرمنيش منه ابدا ابو علي حبيبي. آه كنت هنا مقطعه عيش بقى، وانتوا عارفين عشان العلف غالي، انا بظبط الدنيا كده الايه يعني، بمشي اموري يعني، عشان برضو ما اقطعش الحاجه ديت من عندي، لان انا غاويه ان انا اربي بصراحه طيور برغم كل الظروف يعني، عارفه اللي هي معانده يعني. وبمشي الحال بشويه علف شويه عيش شويه دشيشه، بواقي الاكل بقى اللي هي بتبقى من البيت، على شويه برسيم بقى، طبعا انتوا عارفين لسه البرسيم موجود. وما شاء الله يعني ايه الدنيا بتمشي يعني. هنا البطايات لوحدها، وهنا الرومي والوز والبط الصغير لوحده. انا مقسماهم كده علشان الديكوره بتاعه البط والرومي والوز ما بيتفقوش مع بعض، عارفين بيتخانقوا مع بعض بشكل بصراحة ببقى خايفة جدا. الارانب بتاعت التحفة ديت ما شاء الله عليهم، ربنا يا رب يبارك ويزيد ويبارك ما شاء الله. طبعا نضفت لهم طبعا، وكنت رشالهم علشان طبعا البراغيث والايه والحشرات اللي عندهم.
نزلت بقى من على السطح لقيت المنظر ده قدامي يضرب يقلب المطبخ. عارفين يا جماعة المطبخ كوم والشقة كلها كوم تاني. محتاسة حوسة ما يعلم بها إلا ربنا. حوسة السنين يا عيني عليكي ياما. اه يعني ياما ده صغيرة على الهم يا لوزة. اه والله زي ما بقول لكم كده. بعد ما نزلت من على السطح لقيت المنظر ده. محدش طبعا بيساعد ومحدش بيه ايه يعني. بيقول لك ايه يعني ايه اعتمدي على نفسك يعني. غسلت المواعين بقى وصفيتها بقى. عارفين احساس كده راقي جدا. ما بيفهموش الا اللي بيوصل للمرحلة ديت يا جماعة. شايفين بقى المنظر، الفرق بين المنظر الاولاني والمنظر ده حاجة كده يعني احساس تاني يعني. كنت جايبة فاكهة بقى وحطها كده فضيتها ونضفت بقى الحوض كده سريعا سريعا وخرجت على العجين. طبعا انا ما كنتش جايبة ان انا بقى يعني ما صورتش وانا بعجن. ان شاء الله اصور وانا بعجن مرة تانية باذن الله. وكنت اول مرة اصلا اعجن العجين اللي هو الخبيز اللي هو البلدي ده واعمله. فكنت محتاسة بصراحة يعني. امي الله يديها الصحة والعافية يا رب ساعدتني فيه. كانوا رغيفين يعني بساط كده. وخلصتهم على طول يعني ان شاء الله قرصتهم كده. وكنت طبعا مولعة الفرن بتاعي. والشقة كانت تضرب تقلب بس قد ما قدرت روقتها. وعارفين بقى الواحد بقى لما بتتجمع عليه شغل الدنيا والآخرة يعني. خلاص اللي هو انت خلاص يعني انتهيتي. بس احنا قدها طبعا، احنا ستات شاطرة طبعا. وانتوا كمان شاطرين ما شاء الله عليكم. بتعملوا كل حاجة حلوة. والدتي هنا بتديني العيش. انا احتجت بقى ما بقتش عارفة ما عرفتش اخد منها العيش. فمشي الحال يعني ورميت العيش كده بس كان ايه يعني عارفة اتلخبط مني شوية كده من الجنب. وانا اللي كنت بقى ايه راميه الرغيفين دول بقى كده وايه وظبطهم. عايزه اقول لكم يا جماعه العجين والخبيز والحاجات ديت في البيت والله ريحه العجين والخبيز في البيت. والطيور كده عارفين بركه وخير. خير ما بيفهموش الا اللي بيبقى عايش الحياه ديت. انا نفسي بصراحه بعشق حياة الأرياف يعني. أنا نفسي في بيت كده في الريف كده وقدامه حتة أرض وشوية بقى طيور وشوية معيز وشوية حاجات كده من اللي عارفين بقى اللي هم بيخطفوا الروح دول. يعني بجد لا يعني دنيا تانية دنيا تانية خالص. المهم هنا بقى ايه ما طولش عليكم. انتي رغاية قوي يا نهاد. مش مشكلة لازم احكي لكم يا جماعة كل حاجة. ما لازم يعني احكي لكم التفاصيل يعني عارفين. رغاية بقى استحملوني. عارفة ان انتوا تستحملوني. اهو بقى شفتوا بقى لما كنت حاولت ان انا اعمله على المطرحة كده معرفتش لقيت على الايد احسن. فشايفين بقى العيش عايزه اقول لكم ريحته بقى وطعمه جميل جدا جدا وعيالي بقوا مبسوطين. والا اعمل لهم كبده يا ولادي الذين انا تعبانه مش قادره كلوا باي حاجه. لا يا ماما لازم تعملي لنا كبده جنبه بطاطس. شايفين هنا كانت عارفين حوالي الساعه بقت 7. الساعه 7 الصبح هنا. الجو هنا كده جميل والدنيا هاديه ورايقه ومع الخبيز بقى بعد الطيور. عارفين كان يوم بقى كده عجميه. المهم خبزت وخلصت كده. قلت انا اعنشهم بقى وافرفشهم. عملت لهم المشروب الجميل ده. ان شاء الله هبقى انزله لكم لوحده في فيديو واقول لكم بيتعمل ازاي. ده اسمه موهيتو بينكي. بيتعمل بقى كده ان شاء الله زي ما قلت لكم. مش هقول بقى مش هحرق الوصفة. باذن الله هبقى اعمله لكم في فيديو لوحده. هو مش محتاج يعني ايه كده بس عارفين المشروبات ديت يا جماعة بنشوفها في التلفزيون بقى مع الفنانين والممثلين بقى والكده. غالية جدا يعني بتتباع في الأماكن غالية جدا وهي أصلا مكوناتها ما كملتش يعني مثلا 50 جنيه. يعني ممكن الكوباية أو كوباية العصير أو كاسة العصير من العصير ده أو من المشروب ده ممكن تخش لها في 100 جنيه لوحدها. فانتوا عارفين بقى الشفشق ده أنا عملت منه كمية كبيرة جدا. وهو أصلا تكلفته كلها ما كملش 50 جنيه. ان شاء الله زي ما قلت لكم هقول لكم الوصفة في فيديو لوحده وكذا مشروب تاني ان شاء الله منعشين كده علشان الصيف. حاجات كلها يعني في متناول الايد ومكونات كلها بسيطة. وتنعشي بيها بقى نفسك كده في الصيف والحر بقى كده مع شوية تلج كده في العصاري. وعارفين بقى يعني روقوا على نفسكم يا جماعة.
ان شاء الله اعمل لكم كذا مشروب باذن الله مع بعض كده. آه لو سمحتم، لو وصلتم معايا هنا لحد من يعني للفيديو لحد هنا، ما تنسوش تحطوا لي لايك يعني بعد اذنكم، عشان اللايكات يا جماعة بترفع الفيديو. ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة يا رب. المهم ولادي زي ما قلت لكم صمموا بقى، لقيتهم بقى مطلعين الكبده من الفريزر، وايه اللي اعمل لهم كبده يا جماعه؟ طب لسه عايزه حته ليا، عايزه حته مش عارف، لا يا ماما اعملها لنا كده وخلاص. معلقه سمنه كده على معلقه زيت، كنت مقطعه الكبده شرايح وقلبتها كده لما تشمع، وبعدين بنزل عليها بمعلقه توم واقلب اقلب. وكنت حاطه البصلايه كده في حله لوحدها، لان كنت تعبت بصراحه، كنت تعبت خالص. لازم عصره الليمونه دي يا جماعه علشان الزفارة بتاعت الكبدة، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو قوي قوي، بتديها تيست عالي جدا جدا في الكبدة. كنت مقطعة البصلاية كده بقى وشمعتها في حلة تانية عشان انجز في الوقت، لاني تعبت خلاص، كنت جبت اخري، مش قادرة مش قادرة بجد. آه قلبتها بقى كده زي ما انتوا شايفين، خلاص كانت الكبدة تقريبا استوت يعني. وكنت مقطعة الفلفل ده، وكانش عندي شطة. المهم عملتها بقى، عملت عارفين الاكله بقى اللي هو اكله والسلام يعني. بس الحمد لله كانت جميله بصراحه. انا هنا كنت لقيت بقى شطه حمرا كده، حطيت قرن فلفل، عملت شويه حمرا وشويه يعني شويه حراق وشويه مش حراق. وحمرت جنبها بطاطس بقى مع العيش الجميل، وبنتي لقيتها عامله لنا عصير فراوله، وده كان تمر اهوت ومخلل بقى. وقعدنا بقى ايه، اكلنا وانتخنا. نسكت بقى كده؟ لا، نخش بقى على المشروب الجميل اللي احنا كنا عاملينه في نص الفيديو. وقعدنا كده بقى على رواقه بعد الايه، كانت العصر اذن كده، واحنا قعدنا في البلكونه. بنتي قالت اما اروق عليكم بقى منظر بقى، قالت احط لكم الشوكولاته وكده، ونعمل لكم بقى ايه، ولاد ناس بقى كده. شايفين منظر العصير؟ كمان عارفين بقى ممكن بقى تحطوا كمان مكعبات تلج بقى، يديكم بقى انتعاش فظيع يعني. ولادي كانوا متشوقين جدا جدا يدوقوا ايه العصير ده، هو عبارة عن ايه. عارفين يا جماعة، لو قلت لكم والله مكوناته سهلة وبسيطة جدا جدا، ولكم ان تتخيلوا او لا تتخيلوا ان العصاير والمشروبات الغالية ديت تبقى مكوناتها بسيطة وسهلة جدا جدا كده، واي بيت واي حد يقدر يعملها. تمام كده ان شاء الله زي ما قلت لكم هنعملها مع بعض باذن الله في فيديوهات تانية، وهنعمل مشروبات تانية منعشة كتير للصيف مع الايس كريم كمان، وحاجات كتير تانية ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم، وباي باي.